السلام عليكم. أهلا بيكم في مكان هتلاقوا فيه كل مرة حاجة جديدة. مشرفيني ومنوريني في أي مكان وأي وقت بتشوفوني فيه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده والعظمة دي؟ بجد يعني حاجة حلوة وبيتي ومضمونة ولا أروع يعني. دايما كده نجتهد ونحاول نعمل على قد ما نقدر لأولادنا الحاجة اللي ينفع نعملها في البيت، وما نخليهمش على قد ما نقدر نشتري من بره. ويلا بينا نبدأ. معايا حبيتين من البطاطس، وتكون البطاطس من النوع اللي بتنقلي، عشان في نوع ما بيتقليش يعني بتبقى بتتحرق في القلية، بيقولوا عليها اللي هي المسكرة. آه، فاحنا نجيب نوع بطاطس يكون بيتقلي، يعني اي نوع بس تكون انتي عارفة ان هو للقلية يعني. هنبتدي نقشرهم ونشيل يعني اي زوايد او اي حاجة يعني مش كويسة، نقطة حمراء او حاجة. وهنا بقى يعني انا عندي مكنة الشيبسي، انا بصراحة يعني قلت لكم ممكن تعملوا بالسكينة، بس حاولت اعمل بالسكينة بصراحة فانا معرفتش، فانتوا ممكن تجربوا تعرفوا. المهم ان احنا عايزين سمك البطاطساية يكون رفيع قوي. هي ما شاء الله يعني مكنة الشيبسي دي بتساعدنا في الحتة دي، بس يعني في ناس ما شاء الله عليها هي بيرفكت في تقطيع الشيبسي بالسكينة او اي تقطيع اي حاجة بالسكينة، يعني ما شاء الله عليهم. فحاولي ان شاء الله تجتهدي وتعرفي تعملي. هنا بقى ناخد البطاطس ونغسلها، وبعد كده هنجيب حلة على النار ونحط فيها مية ونحط فيها حوالي نص فنجان من الخل. نخليها تغلي وشوية ملح، وبعد كده بعد ما تغلي هننزل فيها البطاطس بتاعتنا ونسيبها حوالي من 3 ل4 دقايق. بس انا هنا نسيت الخطوة دي، انا عاوزاكي تفضلي تقلبي يا ست الكل تقليب مستمر. لانها ممكن تمسك البطاطساية تمسك في اختها. فانتي فضلي قلبي فيها. انا مسكت مني شوية يعني بس عالجت الموضوع. وبعد كده هنسيبها من 3 ل4 دقايق تكون البطاطساية تمسكيها كده تنتني معاكي، بس ما تتقطعش، مش اللي هي تتسلق، لا تبقى ماسكة نفسها كده وحلوة، تاخد صدمة زي ما بيقولوا. وبعد كده هنطلعها. وهنا يا ست الكل بقى شوفي اي حاجة عندك، فوطة قديمة، اي قماشة، اي حاجة، المهم ان احنا عايزين ننشفها يعني. مناديل زي ما انا عملت كده، اي حاجة ممكن تفرديها كده على الرخامة او على صينية ولا حاجة، وتصبري عليها 5 دقايق تحت المروحة ولا حاجة برضو تنشف. بعد كده هنجيب طاسة زيت على النار، ويكون الزيت يعني ما نخلوش برضو كتير عشان نوفر وكده. ونخلي حرارة الزيت متوسطة، يعني ما تخليش الزيت ينقدح قوي عشان ما تنزلي البطاطس ما تسودش منك او تتحرق منك يعني على طول. لا، لان احنا عايزين نقليها تاني مرة تانية. انا هنا طبعا كنت مسرعة الفيديو قوي، انا هقليها معاكم نص قلية. هنقليها نص قلية كده. تبقى كويسة يعني حلوة، ممكن تتاكل كده برضه لو حد بيحب البطاطس الطرية. وهنطلعها على طبق وهنبدأ نقلي. انا هنا كنت عاملة قط كده للفيديو ده، انا كنت بقلي المرة التانية، كنت حاطة في طبق على الرخامة جنبي البطاطس اللي قليتها قبل كده، وكنت بقلي المرة التانية دي كده بقليها للمرة التانية. وهطلع معاكم دلوقتي وهتشوفوا ما شاء الله القرمشة بتاعتها يعني اللهم بارك والله، يعني حاجة عظمة. فهي متاخدش معاكي وقت يا ست الكل، هي في ربع ساعة تكوني عاملة أحلى شيبسي للعيال، وحاجة تتسلي فيها كده جوع آخر الليل. حاجة كده وانتوا قاعدين مع بعض يعني ما شاء الله. بصي حاجة يعني اللهم بارك. توابلك بقى يا ست الكل من عند العطار كده، أطعمة ممكن تجيب طعم جبنة، طعم شطة وليمون، أي طعم تحبيه. وعيشي بقى وبألف هنا وشفا على قلبك وقلب أولادك يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.